تعالوا النهارده بقى هكلمكم عن طريقة تخزين المانجا. بما ان الفيديو اللي فات نزلت بيكم سوق العبور وعرفتكم اسعار المانجا واشتريتها ازاي وبكام. تعالوا النهارده بقى هنخزن. بما اني كده جبت قفص من المانجا فقلت لازم بقى اشوفه. لقيت في حاجات فيه طرت وهي دي اللي ينفع ان انا ابدا ان انا اخزنها، وحاجات لسه ناشفه فسبتها على ورقة جورنان او اي كيس، بحيث ان هي لو نزلت العسل بتاعتها متبهدلش الدنيا، وفي نفس الوقت برضو ان هي تستوي على مهلها. بدأت كده جبت القشارة بتاعتي وبدأت ان انا اشيل. عايزة اقول لكم ان القشارة من احسن من السكينة بكتير، وسريعة جدا وانت بتقشري المانجا. هتستخدمي السكينة بس في الحتت اللي هتلاقي فيها المانجا استوت زيادة عن اللزوم، فالقشارة مش هتعرف تجيبها. فاحنا طبعا مش عايزين المانجا تستوي زيادة عن اللزوم، هتلاقيها اتهرت. لكن لو هي كويسة معاكي وهتلاقيها بتطلع معاكي شرايح، فهتلاقي المبشره معاكي او القشره بتاعتك يعني بتقشرها معاكي بسرعه جامد جدا. بدات ان انا فصلت اللحم كله وحطيت القشر والبذر بتاع المانجا في بوله لوحدها. عايزه اقول لكم بقى بعد ما بعملها بالمقشره وبقطعها بالسكينه بتكون سهله جدا جدا، وبظهر السكينه كده. عايزه اقول لكم لما بتوصلوا كده لاخر البذره نفسها تروحوا مكحتينها بحيث انها تنزل الميه بتاعتها من غير ما تشيل الشعر. فدي برضو نصيحه برضو ليكم. وهنا بقى كنت وزنت كل كيس على حسب الكمية اللي انت محتاجاها. انا هنا طلعت الميزان ووزنت كل كيس، عملت فيه نص كيلو. نص كيلو بيكفي 4 افراد. تمام. ودي طريقتي. طلعت الهواء وبعد كده بقفل الكيس وببدأ ان انا اقفله كويس جدا عشان اعرف ما ياخدش معايا مساحة اول حاجة، ويكون كويس كده وياخد مساحة كويسة. تمام. تقدري كمان تغسلي المانجا. انا عايزه اقول لكم طبعا قبل ما نستخدمها ان احنا غسلنا المانجا كويس جدا جدا. ممكن تنقعيها في الميه 10 دقايق بميه وخل، بحيث ان هي لو فيها اي رمل كده اللي بيبقى موجود فيها يبدا ان هو يروح. تمام. هنا بقى كنت الاكياس غسلتها وبنشفها على اساس ان هي مع الاستخدام وانا بعبيها كان فيها مانجا وما تبقاش ملزقه يعني في التلاجة بتاعتي. تقدري كمان تخزني المانجا وهي صاحيه بعد ما تغسليها وتنشفيها كويس جدا. كل مانجايه هتحطيها في كيس وبعد كده او تحطيها على طول يعني في التلاجة بتاعتك. بس الفكره ان هي هتاخد مساحه معاكي. بس انا بفضل الطريقه دي جدا جدا. ليه بقى؟ لان انا باخد القشر وباخد البذر، بحطهم بقى في اي بوله واغطسهم كلهم بالميه وبسيبهم في التلاجة لتاني يوم. وببدأ بقى ان انا بعصرهم كده بايدي وبطلع البذر حطيته خلاص في الباسكت مش عايزينه تاني، والقشر حطيته في بوله مش هنرميه. وبدات ان انا بصوا كميه لما سبت الميه مع البذر والقشر طلعت معايا كميه عصير ازاي. عملت عصير، فعلا عملت عصير حلو جدا جدا. يعني انا كميه قولي مثلا 5 كيلو مانجا عملوا لي الطريقة ديت شفشقين او 2 لتر يعني من العصير. ضربتهم في الخلاط وحطيت عليهم السكر على حسب طبعا رغبتك وصفتهم. وهكذا برضو دي الكمية التانية برضو حطيتها في الخلاط وحطيت عليها السكر وبدأت ان انا اصفيها، وبعد كده بالهنا والشفا اشربيهم. تمام. يبقى انا خزنت وعملت عصير. وتالت حاجة هعملها هي الايس كريم. يعني عايزة اقول لكم ان انا هخليكم تستفادوا بالمانجا لاقصى استفادة، يعني هتبقى حفلة مانجا في البيت. اول حاجة هتبقي رضيتي نفسك وخزنتي الكمية اللي انت محتاجاها وطلعتي كل اللحم وهتبقي فعلا مرضية خلاص. وفي نفس الوقت مش هتخلي مثلا حد ان هو ايه. كنت عايزه اقول لكم كمان ان النوع اللي انا بخزنه هو الزبديه. احسن نوع لتخزين العصير هي المانجا الزبديه. تمام. وهنا كنت بقول لكم ان هي طلعت كميه عصير حلوه جدا. بدات بقى جبت القشر بتاعي على مرحلتين، وبدات حطيت من كوبايه ونص لكوبايتين على حسب ما الخلاط هتلاقيه معاكي بيضرب. يعني انا في الاول لقيته مش قادر يضرب قوي، زودت شويه ميه وضربت. طب هعمل ايه؟ هبدا اجيب بقى بوله وصفايه تكون العيون بتاعتها واسعه شويه، وهبدأ ان انا اصفيها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين. ودي كانت اول مرحلة. انا القشر جبته حطيت عليه من كوباية ونص لكوبايتين مية على حسب ما هيضرب معاكي، وهبدأ اصفيه في مصفى كده تكون ليها عيون واسعة. هياخد معاكي شوية وقت بس مش مشكلة. عايزة اقولك ان العصير اللي هيطلع منه والله العظيم طعمه حلو جدا جدا جدا. جايز يكون مع انواع تانية مختلف، يعني ممكن في انواع تانية من المانجا ما تكونش حلو، لكن مع الزبدية لما عملت الطريقة دي كانت حلوة جدا جدا. بس انا ما جربتش برضو اي نوع تاني من المانجا. هنا بقى كنت بكمل النوع التاني بقية قصدي القشر. فكنت بكمل بقية القشر ده حطيت له مية وضربته في الخلاط كويس جدا.
هنا بقى بدأت اصفي كمية المانجا الباقية. تمام، انا عايزة اطلع كل العصير اللي في القشر دوت او من القشر. وعايزه اقول لكم ان هو كده تقيل، يعني انت لو هتشربيه عصير شوفي بقى هتخففيه شويه ميه وهتحطي سكر، لان هو هيطلع معايا تقيل مش خفيف خالص. تمام، هنا بقى كنت بدات اعصره كويس جدا، واهم حاجه تكون الصفايه اول مره في صفايه تكون العيون بتاعتها واسعه. تمام، هنا كنت بقول لكم انا دقته وطعمه حلو جدا جدا. حطيته تاني بقى، دي تاني مره حطيته في الخلاط وحطيت عليه سكر، وبدات ان انا اصفيه لتاني مره لكن في مصفى تكون ضيقه. تمام، يبقى انا صفيت القشر على مرحلتين، مرحله مصفى واسعه، وبعد كده تاني مره ضربت وحطيت سكر على حسب الرغبه، و صفيته في المصفى الضيقه. تقدري هنا بقى تشربيه، عايزه تزودي ميه وتزودي السكر على حسب الرغبه تشربيه، مفيش ادنى مشكله، هيطلع عصير حلو جدا جدا معاكي. انا كنت مطلعه خلاص ازازتين عصير، فقلت لا خلاص، انا اللي انا هعمله ان انا اصفيه كويس جدا وهبدا اعمل معاكم بقى فيه احلى ايس كريم. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده طبعا هو ما اتصورش على مره واحده او في يوم واحد، هو اتصور على كذا كذا يوم، لان هو خد معايا شويه وقت. وطبعا اي ام وعندها اطفال الحياه عندها تبقى سهله كده يعني، فربنا يعين الكل يعني. تمام، هنا بقى خلاص كنت بدأت ان انا صفيت. هنا بقى انا خدته ده حطيته في التلاجة لتاني يوم. جيت بقى تاني يوم، او عايزه تعمليه على طول وانت واقفه مفيش مشكله، كوبايه كريم شانتيه خام، ومعاها مع كوبايه نفس المعيار يعني ميه ساقعه طالعه من الديب فريزر او الفريزر بتاعك يكون تلج. تمام، تكون ميه ساقعه جدا يعني، دي اهم حاجه. وبتزودي السكر، حطي سكر باودر على حسب الرغبه. تمام، وهتبداي ان انت تضربيه كويس جدا جدا جدا، هياخد معاكي في حدود من 5 ل7 دقايق كده ضرب، لحد ما يعمل معاكي قوام كريم شانتيه يكون تقيل. انا مش عايزاه خفيف، انا عايزاه هو القوام اللي انا هوريه لكم دوت هيكون تقيل. عايزه اقول لكم ده ايس كريم حلو جدا 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 للاطفال، يعني يعتبر كده ايس كريم اقتصادي وطعمه حلو والاطفال هتفرح بيه، ويبقى ضربنا كده عصفورين بحجر. هنا انا بقى كنت نسيت حطيت السكر بعد ما ضربت، فبدات ان انا لما جيت حطيت السكر الباودر عشان انا كنت شايلاه عندي، فبدات ان انا انخله علشان ما يبقاش عامل عندي زي تكتلات. تمام، هنا بقى كنت خلاص بصوا هتلاقي فيه حاجات كده زي السكر صغيره خالص، لا خلاص دي شلناها رميناها، واحنا استخدمنا بقى الباودر وضربت كده زي ضربه واحده كده، ويبقى كده خلاص جهز معانا الكريم شانتيه، ونستعد بقى ندخل على المرحله اللي بعديها. تمام، هجيب بقى العصير اللي انا كنت حطاه في اللي هو بتاع القشر، تمام، اللي انا كنت حطاه في التلاجة طلعته. هنا بقى كنت عايزه اقول لكم ان هو عمل زي ماده جيلاتينيه يعني، بصوا عشان هو اصلا تقيل يعني. انا كنت هنا عايزه اوضح لكم ان هو جامد مش زي العصير العادي، يعني انت تقدري ان انت تخففيه وكمان تعملي منه شفشق ونص او لتر ونص عصير، فاهمه ازاي؟ فتخيلي انت مثلا من قشر 5 كيلو مانجا عملتي من 3 ل4 لتر عصير، فحلو جدا جدا يعني. بدأت بقى ان انا انزل بالكريم شانتيه واقلب واحده واحده واقلب. بصوا التقليبه ديت اللي هي من فوق لتحت دي احسن حاجه، بتخلط كويس. تمام، حطيت كمية الكريم شانتيه، انا كنت بزود حبة حبة، لا لقيت ان انا حطيت الكمية كلها. فبعد كده جبت اي بولة عندي، بولة ايس كريم اللي هي البولات اللي هي بتتحط فيها مثلا بتاعت الشوكولاتة او الايس كريم عندك، او اي علبة بقى. تمام، وتبداي ان انتي تحطي فيها. دي كانت اول حاجه انا عملتها في الايس كريم. تمام، فكان عندي حبه سيرم اللي هو السيرم اللي احنا بنحطه للكنافه او البسبوسه، كان عندي حبه سيرم كنت شفت قبل كده حد حط عليه الايس كريم. السيرم ده بيدي قوام حلو، ويدي كمان يعني يدي طعم حلو. فحطيته على الجزء التاني، ما كانش عندي كميه كبيره، كان عندي من 3 4 معالق يعني، فبدات ان انا نزلت عليهم بيها. عايزه اقول لكم ان الايس كريم بالسيرم ده كان حلو جدا جدا جدا. فانا بنصحكم ان انتوا تعملوا السيرم ده، او لو عندكم منه تحطوا على الايس كريم، هيديله طعم غني جدا بالايس كريم. وفي حاجه كمان، لو انتوا حابين تحطوا مع كوبايه الكريم شانتيه بدل كوبايه الميه دي كوبايه عصير مانجا متلج، هيعزز قوام وطعم الايس كريم جامد جدا. ويبقى كده وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويستنوني في فيديو جديد. يلا باي.